من محل متر في متر في اسكندريه لاكتر من 120 فرع. احنا شفت توايس، ودي معلومه مظبوطه في حدوته صغنطوطه. شخص بدأ مشروع في 2021 بس لعبها بماركتنج مختلف شويه، لانه اعتمد على 3 حاجات. اول حاجه اليو جي سي، وهو اليوزر جنريتد كونتنت، يعني خلى العملاء يجربوا منتجاته ويصوروها ويحكوا تجربتهم بنفسهم، وده خلى المحتوى يبقى حقيقي ومقنع اكتر من اي اعلان تقليدي. 2 الاي جي سي، وهي الامبلوي جنريتد كونتنت، انه خلى الموظفين نفسهم يبقوا جزء من القصه، يصوروا فيديوهات ويظهروا التحضيرات واللي ورا الكواليس، وده زود الثقه وخلى البراند يبقى فيه شق انساني ويبقى قريب للناس. تالت حاجه استخدم الاي جي سي، وهي الانفلونسر جنريتد كونتنت، واختار صناع محتوى يكونوا مناسبين للبراند بتاعه، والناس اللي فولورز بتاعتهم هتكون مهتمه بالمحتوى بتاعهم، تجرب المنتج بصدق وتوصل الرساله بسلاسه. والمزج بين الاي جي سي واليو جي سي والاي جي سي خلق دايره ثقه حوالين البراند، جمهور يشارك، موظفين يظهروا، وانفلونسرز يدعموا. فبقى النجاح مش جاي من البراند نفسه، هو جاي من كل المجتمع اللي حواليه. لو عرفت البراند ده اكتب لنا اسمه في الكومنتات.